السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا كرام. يسأل سائل: هل علي أن أستحضر الذنب والقلب عندما أستغفر، أم هو يعني ليس بالضرورة؟ ويسأل كمان يعني هل أستغفر بصوت بدون صوت، بسرعة، وكيف أستغفر، وما هي الطريقة الصحيحة أو الطريقة التي مارستموها حتى وجدتم ثمار الاستغفار؟ إخوتي الكرام، طبعا احنا عندنا قناة مركزية فيها فصلنا 1900 درس عن الاستغفار وسورة البقرة. الآن هنا بدي أعطي سوى جواب سريع. أنت لست بحاجة لا استحضار ذنب ولا استحضار قلب، ولك أن تستغفر فقط باللسان والشفتين. لسان وشفتين يعني أنا صوتك مش سامعه، إذا أنا جلست بجنبك أنا لا أسمعك، فهكذا هو. يعني أنا بدي أسمعك وأخفض الصوت، لكن لساني يتحرك. لساني يتحرك، يعني ممكن أنك ترى شيء من شفايف تتحرك، فأنا لا أثير من حولي. يعني شو بيعمل هذا أبو أحمد؟ يعني أنا عمال أستغفر. لساني عمال يتحرك، استغفر الله 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 استغفر الله. ما في حاجة للصوت، مظبوط، ما في حاجة للصوت، لكن سريع بسرعة. نعم، اجعل هذا اللسان لا يزال لسانك رطب بذكر الله. نعم، فلزوم الاستغفار أن تبقى كل اليوم كل الليل بالسيارة في البيت، ما في حاجة لا تستحضر ذنب ولا تستحضر قلب، لكن عليك أن تترك الذنب الذي بسببه حرمت الرزق، حرمت استجابة الدعاء، تدعو الله ولا يستجيب. فهذا هو بيت القصيد: لا استحضار قلب ولا ذنب ولا صوصوة. الصوصوة التي يقول عنها طبعا هم يتكلموا كلام، وكل كلام بالآخر هو كلام منظرين. الذي يعيش الاستغفار سيعرف أن الله سيعطيه كل شيء، إن قالها بصوته أو بدون صوته. إن قلت أنا أستغفر الله أو قلتها بقلب مش بقلبي، بدي شفتين يتحركوا ولسان. هل تجوز هاي؟ نعم تجوز هاي المسبحة. فأكثر إذا استطعت أن تصل إلى 30,000، مش من باب التحديد لكنه من باب الإكثار، فهو ورد مبارك جميل جدا فيه خير عظيم. وإن انشغلت عن هذا الكثير فلا تتقاعس. بدي أنا ناس مشمرة. تعرف شو شمر؟ لما واحد يشتغل شغلي شو بيعمل؟ بشمر وبده ينزل على الشغل هكذا. يعني أنا ماخذ الأمر بجد، مش يلا هسه بنشوف شو بقول أبو أحمد. أنا ما قلتش، الله اللي قال، الرسول عليه الصلاة والسلام اللي قال. فمهم جدا عشان تقطف ثمار الاستغفار أن تصدق الآيات التي تكلمت عن الاستغفار: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. سؤال: واحد بتمتع متاع حسن، الله بيقول له متاع حسن وهو مهموم وهو مديون وهو مكروب وعليه هم وعليه حرب وعليه طرد، معقولي؟ لا لا لا. حقق لزوم الاستغفار. يمكن انت يحتاج منك شهر شهرين ثلاثة حتى تحقق لزوم الاستغفار. شو يعني؟ حتى يصير الاستغفار انت انعجنت فيه وانعجن فيك الاستغفار، فانت لا يمكن انك تتركه. خلاص انا انسان مستغفر. بدك تحقق هذا الشرط. فسرعة ممكن تسرع وتوصل تقريبا. أنا كنت أوصل بين الفجر والشروق تقريبا 8,000 استغفار، وبين المغرب والعشاء كنت أستغفر تقريبا 10,000 استغفار، ووردي كان من اليوم تقريبا 30,000 استغفار، مش من باب التحديد. وإذا أقليت يعني أنا لا أريدك أن تقل،
انت مش مشغول باشياء كثيره، بدي اياك يعني تكون عن جد مصدق. فاكثر بالاستغفار، ان قل مش حرام يعني، بس افضل انك تثبت عشان ما تتراخى وتصير تلعب وتصير 30,000 15,000 10,000 2000 1000 ضيعتين كلياتن. لا، هيك خليك كل يوم كل يوم كل يوم نفس الشيء، سترى عجب من فضل الله. طبعا انا مش فاهم شو معنى كلمه صوصوه، هي اني اقول استغفر استغفر الله استغفر، هاي الصوصوه يعني استغفر الله، انت سمعني، وهي صوصوه. هذا كلام فارغ، الذين يقولون عنه كلام فارغ. المهم انت محروم الرزق بالذنب. قلنا لك الذنوب هي قد تكون غيبة، نميمة، ربا، إباحيات، عري، تكشف، نظر، عقوق والدين، أكل حقوق، ظلم، تأخير صلاة، تأخير زكاة، ما بتصوم ومخرب الدنيا والناس تخافك لشرك، وسحر، سمي ما تشاء. كل هاي ذنوب بدك تنتهي منها، بدك تنتهي منها وتلزم الاستغفار، وسترى عجب من فضل الله. أسرع أكثر، أعطيتك تقريبا بالساعة تقريبا 8,000 استغفار تقريبا، لا تتجاوز أسرع من هيك يعني، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. و فيش حاجة للصوت، فيش حاجة لاستحضار دم، فيش حاجة لاستحضار قلب، لكن اثبت، صدق. مهم جدا التصديق، أن الله قال والرسول صلى الله عليه وسلم قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم. الهم اللي بتعرفه ولا ما بتعرفه، إن كان مرض، إن كان زلزال، إن كان دين، إن كان أي هم جاي عليك بتعرف ولا بتعرفوش، من كل هم سيجعل الله لك فيه فرج. ومن كل ضيق، أي ضيق سيجعل لك الله منه مخرج، ويرزقك من حيث لا تحتسب. والله سترى عجب من فضل الله بالاستغفار لمن لزم وصدق وآمن وترك الذنوب. اترك الذنوب، ودير بالك، دير بالك من الشرك الخفي، أن تنسب فضل الأعمال لنفسك. دير بالك، هذا يحبط الأعمال. سنتكلم الآن عن محبطات الأعمال، محبطات الاستغفار، وبالأخص منها الأنا، يعني أنا اللي عملت وأنا اللي سويت، يعني تنسب فضل العمل لنفسك. دائما رد الفضل لله. الله يبارك فيكم ويرضى عليكم، وحلقة قادمة إن شاء الله. هذه القناة برجاء هي بالمختصر المفيد القناة المركزية، قلنا على اليوتيوب، وهي على اليوتيوب. هذه القناة سؤال وجواب على السريع، عشان في ناس بدهاش تفوت تحضر حلقة 35 و40 دقيقة، فخليها مقتضبة هكذا. يعني كيف أستغفر؟ فهكذا تستغفر بهذه الطريقة، وتكثر وتحقق اللزوم، ولا تستعجل، لا شهر ولا شهرين ولا 3 ولا 4. قد يفتح الله عليك من بعد يومين، وقد بعد أسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3. نعم، سنتكلم عن أول عطاء الله ما هو، وهكذا. الله يحييكم، بارك الله فيكم. هذه القناة انشروها بين الأصحاب، وأنا أريدكم أن يعني كل المشتركين الذي في تلك القناة أن تكون هنا كمان، وابعثوا للإخوان المهجرين، المكلومين، المهيونين، الذين تحت القصف، الذين في كل مكان. والله لن يعذب الله مستغفر. المستغفر يا جماعة مستثنى عن كل عباد الله. سنتكلم كثيرا عن هذا الباب، ولكن خلاص بكفي لهنا. لزموا الاستغفار وحققوا لزومه، بأن كل وقتك في الليل بالنهار، بالليل بالسيارة، مش بالسيارة، جالس عمال تسمع الدرس، كمان تقدر تستغفر. لكن مليح يكون عندك جلسات فيها استغفار، مهم جدا. وأجمل وقت للاستغفار هو في الأسحار، يعني قبل الفجر نص ساعة تقريبا، هكذا. وإن شاء الله خير وكله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.